مفاجأة كبرى وصدمة العمر. شاومي تنافس أبل بأقوى هواتف لسنة 2025. هواتف الشاومي 17 برو ضد هواتف أبل الآيفون 17 برو. مواصفات جبارة خلت أبل تحتار بزمانها. نتكلم اليوم عن أهم التفاصيل والمواصفات لهواتف التنين الصيني ونقارنها مع هواتف الآيفون الأخيرة، فخليكم ويانا للتفاصيل. أنا أحمد العلي ويا هلا بكم بفيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وتحية طيبة لكم أحبابي المتابعين الكرام. إذن فشركة شاومي فجرت مفاجأة من العيار الثقيل وجابت العيد على أبل. حرفيا الشركة الصينية قدمت المستقبل وسوت الشيء الصحيح على خلاف الشركة الأمريكية. هواتف شاومي 17 برو وشاومي 17 برو ماكس فعليا هي هواتف السنة، لكن خلونا نتكلم الآن من وجهة نظر عشاق ومستخدمي هواتف أبل. إذن فشاومي الشركة الصينية قلدت أبل الشركة الأمريكية بهواتف الآيفون 17 برو. طيب من اللي سرب تفاصيل هذه الهواتف للصين؟ تيم المدير التنفيذي لأبل. وأخيرا عرفنا شنو اللي دا يطبخ تيم، تشاينيز فود، أكل صيني. شركة شاومي اللي تقلد كل شيء تشوفه من أبل قدمت هواتف الشاومي 17 برو والشاومي 17 برو ماكس. نعم قلدوا حتى التسمية. وبعد شنو اللي سووه؟ قلدوا نفس البلوك الجديد الخاص بعدسات الكاميرات، ولكن بدل أن يكون مجرد بلوك ممل خلوا له معنى شوية ومفيد للمستخدم، بإضافة شاشة عرض صغيرة تظهر الوقت أو تطبيق الكاميرا وتخليك تاخذ صور سيلفي بالعدسات الخلفية الخارقة، وحتى تظهر لك من اللي يتصل عليك وغيرها من التطبيقات المهمة والمفيدة. وهذا كله أهم بهواية من الديزاين البورينج اللي إجا على الآيفون 17 بروز من أبل هذه السنة. لكن بما أنه صارت هناك شاشة خلفية فأكيد هذا الشيء مو بصالح المستخدم، لأنه حيعرض الهاتف للخطر. ولكن نضحك على منو؟ زجاج شاومي هنا أقوى حتى من البلوك الخاص بالعدسات من أبل، واللي كلنا شاهدنا تجارب المستخدمين ومعاناتهم وياه بسبب سرعة الخدش عليه. إذن ليش ما قدمت أبل شيء عملي ومفيد مثل هذا؟ ليش ما خلت شاشة بالخلف؟ نعم صحيح، المذر نيتشر الطبيعة الأم ما تقبل على هذا العمل. أهم شيء عند أبل المحافظة على الطبيعة وسلامة الكوكب من التلوث، لأنه مثل هذه الأعمال ممكن تقتل صغار حيوانات فرس النهر البريئة. لنفس هذه الأسباب قررت أبل من زمان رفع السماعات ومنفذها من الهواتف، لأن بقائها ممكن يقتل الريد باندا المسكين. وكذلك اضطرت أبل أن ترفع الشاحن من العلبة حتى تنقذ الكونفو باندا. وبالكلام عن الشاحن التشارجر، فشاومي مو فقط خلت الشاحن بالبوكس، إنما خلت الشاحن السوبر خارق وسريع جدا بال100 واط. هذا الشاحن ما يقدر يشحن الهاتف فقط، وإنما يقدر يشحن حتى أقوى اللابتوبات. وصدقوا أو لا تصدقون، فشاومي أيضا خلت كفر كيس بعلبة الهاتف. فواضح جدا إنه شاومي الصينية ما جاي تقلد هنا أبل الأمريكية أبدا، بل تعلمها درس مهم، كيف تخدم المستخدم والمحب وكيف تقدم شيء مفيد. Is it too much? Too much? It's perfect. Okay, I'm gonna trust you. أيضا الشركة تبيع إكسسوارات رهيبة بأفكار جديدة، مثل هذا الكيس اللي يجي محمل بالأزرار الخاصة بالألعاب، حرفيا يحول شاشة هاتفك إلى جيم بوي، جهاز ألعاب محمول يخلي تجربة المستخدم ولا أروع ولا أجمل. ولكن بالمقابل أبل تقدم إكسسوارات رهيبة لعالمهم تحول هاتفك الآيفون إلى حقيبة محمولة. خصوصا للنساء والأمهات، لأن جدا راح يحبون هذه الحركة والإكسسوار. ومثل ما يقول تيم، اشتري لأمك آيفون. وإذا دار الكلام على استنزاف الطاقة، فنعم ممكن الآن مستخدمي الآيفون يقولون إنه الشاشتين على الهاتف حتخلص طاقة البطارية بسرعة كبيرة، ولكن الحقيقة لازم تعرفون إنه شاومي خلت بطارية عملاقة أكبر حتى من بطارية الآيفون 17 برو ماكس على هواتفها، وبنفس الوقت خلت هاتفهم يجي أخف بالوزن 192 غرام فقط مقارنة بال 206 غرام على الآيفون 17 برو ماكس. فشون صار هذا الشيء؟ أكيد بسبب استخدامهم لتقنية السيليكون كاربون باتري تكنولوجي. هذه التقنية ممكن ما راح نشوفها على هواتف أبل إلا بعد 5 سنوات. فهذا هو ملخص لهاتف شاومي 17 برو ماكس الجديد كليا.
بعدكم تقولون شاومي قلدت أبل هنا؟ It was perfect. Perfect. هلا والله شباب، خلوني آخذ من وقتكم ثواني قليلة. القناة محتاجة لدعمكم، رجاء اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وخلونا نوصل لل100,000 مشترك، لأنه مع الأسف غالبية المشاهدات دا تيجي من غير المشتركين وهذا دا يضر بالقناة، فاشتركوا ويانا وخلونا نقدم لكم محتوى أفضل. تحياتي لكم. وكملخص سريع لأهم مواصفات هاتف الشاومي 17 برو ماكس، فهذا الجهاز يجي مع شاشة بحجم 6.9 إنش من نوع LTPO AMOLED مع دعم لل 120 هرتز مع قوة إشراق 3500 نتس. المعالج هو السناب دراجون 8 Elite Gen 5 الجديد كليا، الأقوى والأسرع بالكوكب والمصنع بتقنية 3 نانومتر. Very fast. فنلاحظ هنا أنه هواتف شاومي هي من أوائل الهواتف بالعالم اللي استخدمت معالج كوالكوم الأخير. خيارات التخزين 512 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام، 512 جيجا بايت مع 16 جيجا بايت رام، وال1 تيرا بايت مع 16 جيجا بايت رام. منظومة الكاميرات ثلاثية بقيادة عدسة ال50 ميجا بكسل واسعة و50 ميجا بكسل عدسة البيريسكوب تليفوتو مع 50 ميجا بكسل ألترا وايد، العدسة الواسعة جدا. أما الكاميرا الأمامية فبدقة 50 ميجا بكسل عدسة واسعة. البطارية عملاقة هنا بحجم 7500 ملي أمبير مع قدرة الشحن السريع السلكي بال100 واط، واللاسلكي السريع بال50 واط، واللاسلكي العكسي بال22.5 واط. What just happened? هذه المواصفات سوبر رهيبة الصراحة. هذا الهاتف متوفر بألوان الأسود والأبيض البنفسجي والأخضر. أما اختلاف نسخة البرو ماكس عن نسخة البرو فهذه الأخيرة تجي بحجم شاشة أصغر 6.3 إنش، وخيارات التخزين تبلش بال256 جيجا بايت، إضافة إلى أنه حجم البطارية 6300 ملي أمبير، واللي هي أيضا مواصفات خارقة لكن أقل بشوية من مواصفات الأخ الأكبر البرو ماكس. فذكروا لي بالتعليقات أفكاركم بهواتف شاومي الجديدة، واللي كان المفترض بشركة عريقة مثل أبل أن تكون هي السباقة بإظهار صيحات التكنولوجيا الحديثة للعالم على أحدث هواتفها، ولكن أبل تبقى أبل وشاومي تتخذ طريقها بخطى ثابتة إلى القمة. فشاركونا أفكاركم بالتعليقات، شنو رأيكم بهواتف الشاومي 17 برو والشاومي 17 برو ماكس من العملاق الصيني شاومي؟ وبنهاية الفيديو وكل فيديو أذكركم أحبابي المتابعين بالاشتراك ويانا بالقناة، لأن هذا يساعدنا بشكل كبير ويساهم بتطوير القناة. وأكيد إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تتركون بصمتكم الحلوة بلايك عملاق وفعلوا وياكم زر الاشتراك حتى توصلكم الفيديوهات أول بأول. كان وياكم أخوكم أحمد العلي، شكرا لكم على حسن المتابعة ونلتقي إن شاء الله بالفيديوهات القادمة. سلام.